وليه الكابتن حسام البدري طلب بجمع كل اللاعيبه اللي بتلعب في الدوري الليبي والنزول لمصر؟ الايام اللي فاتت كانت سخنه جدا في ليبيا، خصوصا بعد اللي حصل اول امبارح. الدنيا ولعت في ماتش الكوره هناك، واللي المفروض تكون مباراه عاديه قلبت لساحه حرب. حصل ده كان في ماتش الاتحاد الليبي اللي بيلعب فيه محمود كهربا، وفجاه بدون مقدمات سمعوا ضرب نار، الناس جريت وفي مشجع اتصف المدرجات، وبجد الدنيا اتقلبت. زي دلوقتي اللعيبه المصريه كلها بترجع مصر. بعد الحادث ده حصل حاله خوف بين اللاعبين، وخصوصا اللاعيبه المصريه زي اللاعب محمود كهربا. الناس بقت تسال هو ده دور كوره ولا ساحه حرب؟ اللعيبه فعلا بدات تاخد خطوه لورا، وكهربا والكابتن حسام البدري فعلا قرروا ينزلوا مصر، طبعا علشان الخطر وعشان المواقف الغريبه اللي ملهاش علاقه بالكوره. وفي كلام اكيد ان في لعيبه كتير قررت تفسخ عقدها، خصوصا ان الوضع الامني ما عادش مستقر، الناس ما عادتش حاسه بامان. لحد الان ما فيش قرار رسمي من اتحاد الكره المصري، بس الواضح ان الدوري الليبي بقى تحت الميكروسكوب، واي لعيب مصري هيفكر 1000 مره قبل ما يروح. الايام اللي فاتت الدنيا اتقلبت في ليبيا، وخصوصا في طرابلس بعد مقتل عبد الغني غناوه رئيس جهاز دعم الاستقرار. اللي حصل ساعتها اشتباك مسلح عنيف في مناطق كتير من المدن. الاشتباك ده خلى الوضع الامني ينهار، ووزاره الداخليه الليبيه طلبوا من الناس ان هم يقعدوا في بيوتهم حفظا على حياتهم وسط الفوضى دي. في النهايه ربنا يحفظ كل لاعبينا ويوصلوا مصر على الف خير. انا عمر عيد، سلام.